وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيد الامين العام للحزب معالي النائب محمد الشهاوي، السادة اعضاء الحزب وقادته، الحضور الكريم، بما انني واشرف انني ابن من ابناء هذا المركز، فدعوني ارحب ترحيب خاص بمعالي النائب محمد الشهاوي، وهو ليس بغريب عن المركز، فأنا بالنيابة عنكم برحب بمعالي النائب بوجوده النهارده في مركز سيدي سالم. اتفضل. بفضل من الله تم اليوم افتتاح مقر حزب حماة الوطن أمانة مركز سيدي سالم، وأنا أطلب من أعضاء الحزب وقادته سعادة الدكتور عبد الله درويش، محمد بيه عبد الوهاب، سعادة الدكتور احمد ناصر، الدكتور عبد الله، الاستاذه الفاضله، ان الحزب ما يكونش مقر للاجتماعات واللقاءات فقط، ولكن بجهد المخلصين في الامانه دي بفضل الله سيكون المقر ده مناره ومركز للدفاع عن اهداف الحزب وخدمه اهل مركز سيدي سالم. أنا ليه بقول كده؟ لأن حزب حماة الوطن منذ تأسيسه سعى دائما أن يكون في طليعة صفوف المدافعين عن حقوق المواطن. والنهارده بنفتتح هذا المقر علشان نؤكد عزمنا التام على مواصلة المشوار بكل عزم متفاني ممثلا في أعضاء الحزب وقادته بالأمان. مركز سيدي سالم بحضور النائب محمد الشهاوي النهارده اليوم، وهو يعي جيدا تاريخ هذا المركز العريق وشعبه الطيب، ان هذا المركز يستحق منا كل الدعم والتقدير. وحزب حماة الوطن الامانه العامه والامين العام للمحافظه النائب محمد الشهاوي وكلنا نثق بان هذا اليوم بافتتاح المقر بفضل الله سيكون نقطة انطلاق للأمانة دي للعمل الدؤوب لمساعدة أهل هذا المركز وتاريخه العريق. أنا مش هطول على حضراتكم، ولكن في النهاية أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المقر وكل من داعم وساند من أعضاء الحزب وقادته. وبصفتي أمين التنظيم أدعو المواطنين الشرفاء للانضمام إلينا للمساهمة في تحقيق بناء مستقبل مشرق لمركز سيدي سالم. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.